انتخب أبي أحمد علي رئيس حزب الأورومو رئيسا جديدا للجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا، وهو الحزب الحاكم خلفا لهيلي مريم ديسالين الذي قدم استقالته في 15 من فبراير الماضي ليكون بذلك ثالث رئيس وزراء لإثيوبيا منذ وصول الائتلاف الحاكم للسلطة عام 91. ويعتبر أحمد علي البالغ من العمر 42 عاما أول رئيس وزراء من قومية الأورومو في تاريخ إثيوبيا، وكان يشغل قبل انتخابه منصب حاكم إقليم الأورومو، كما شغل منصب وزير العلوم والتكنولوجيا حتى عام 2015. وينضم إلينا من أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد، كيف تراقب وتتفاعل أثيوبيا على كافة مستوياتها السياسية والشعبية أيضا مع انتخاب أبي أحمد علي رئيسا جديدا للجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب أثيوبيا؟ نعم، اليوم طبعا يوم مهم في تاريخ إثيوبيا، وأهميته تكمن أولا أن العملية السياسية عملية الإصلاح من أجلها قدم رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم سجل فيها تاريخ على مستوى الأفريقي أن يركل كل الامتيازات وأن يقدم استقالته من أجل الإصلاح السياسي في إثيوبيا. بعد أسبوعين من اجتماعات للجنة المركزية البالغ عددها 180 عضو، وهم أعلى سلطة تشريعية للجبهة الحاكمة التي تضم الائتلافات الأربعة. طبعا كانوا هناك مناقشات حادة وتطورات كما تابع الجميع في إثيوبيا، وفي النهاية وصلوا إلى شكل مؤتمر موسع. اليوم طبعا قبل 4 ساعات دخلوا في منافسة شاركوا فيها 3 من رؤساء الأحزاب السياسية، وفي النهاية بالعملية الديمقراطية فاز أبي أحمد. أبي أحمد طبعا شخص يحظى بتأييد واسع في أوساط الشباب، وهو طبعا عمره 42 سنة، وهو يملك إمكانيات غير عادية. هو عمل في المؤسسة العسكرية والأمنية لأكثر من 16 سنة، وثم انتقل وحتى حضر الدكتوراه في فد المنازعات، وايضا حضر ماجستير في احدى الجامعات البريطانيه. وبالتالي يمكن القول ان قوميه اورومو التي تشكل 38% من سكان اثيوبيا هذا النبأ سيستقبل، وخاصه طبعا هذه اول مره ياتي احد من ابناء اورومو الى رئاسه الوزراء، فبالتالي يمكن القول ان العمليه السياسيه في اثيوبيا اكتملت. وقبل قليل اعلن التلفزيون الاثيوبي تأكيد لما نشرته الجزيرة، وهي انفردت ويذكر يوم 22 فبراير عندما نشرت الجزيرة وانفردت بانتخاب أبي أحمد رئيس للتنظيم الديمقراطي وحاكم إقليم أورومو تمهيدا لتولي حقيبة رئيس الوزراء. وهذا مرحبا. شكرا لك من أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل.